ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو اللي انا رايحه البحر. اللي دلوقتي بقى انه دلوقتي بوريكم كده في الصبح كنت رايحه. الجو بجد كان جميل جدا، كان حر خالص وكان حلو خالص، كانت الشمس طالعه كده وكان حلو. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي حاجه جديده انا بنزلها. طبعا يا جماعه اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، سامحوني معلش كان عندي امتحانات. دلوقتي بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه، انزلوا تفعلوا وما تنسوش اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، عشان بعد كده هنزل لكم فيديوهات كتير حلوه وصفات باقل ثمن. فما تنسوش دلوقتي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي حاجه جديده انا بنزلها. وطبعا بقى قبل نرجع لموضوعنا تاني البحر، حضرنا الشنط وحضرنا الاكل ورحنا. بجد البحر كان جميل خالص والجو كان تحفه. بصوا الشمس طالعه ازاي، وبجد العصافير كانت بتغرد وكان جميله. هنا بقى كده دلوقتي احنا في الطريق، في الطريق للبحر هنا كده دلوقتي تقريبا في العجمي. ورحنا بجد بحر يا جماعه، بحر عجميستا ده تحفه في شهر العسل. بحر شهر العسل اسمه عجميستا، تحفه بجد يا جماعه في البتوش. بجد عجبني جدا وكان جميل. وهي كانت الموجة عالية بجد شوية يعني، بس كانت تحفة برضك عشان هو برضك البحر الأيام دي الموجة عالية. طبعا نشرة الأخبار بتقول إن الموجة عالية 5 أمتار، بس كان الجو كان حر فكانتش الموجة عالية أوي بالنسبة لنا يعني. بس بقى وهنا ماشيين اهو في الطريق رايحين البحر. احنا ساكنين طبعا بعيد عن البطاش فالطريق كان طويل شوية، بجد تحفه. يلا اللي ما ننساش انا بفكركم اهو، انزلوا اعملوا لايك دلوقتي. يلا دلوقتي اهو انزلوا اعملوا لايك. هنا اهو بقى داخلين البوابه بتاعه البحر او شاطئ اسمه عجميستا يا جماعه، تحفه بجد. هنا اهو الموجه بصوا كانت مش عاليه قوي ولا هاديه قوي، كانت في المتوسط يعني. بجد كان تحفه البحر يا جماعه، كان جميل. كنا كل شويه ننزل، كنا بندخل جوه ونطلع تاني ناكله بقى. كنا عاملين حاجات حلوه قوي، فشار، كنا جايبين لب وعاملين جبنات وحاجات. كنا بردك عاملين حاجات حلوه قوي. بجد كان تحفه. بصوا اهي الجبنات كان تحفه بجد. كنا جايبين فشار ولب وحاجات تحفه قوي. كنا محضرين الشنط عشان احنا غيرنا وروحنا بعد كده. بصوا اهو الموجه كان جميل، المايه نضيفه جدا، كانت المايه نضيفه جدا بجد. المايه كانت نضيفه، بصوا الرمله باينه من المايه ما كانش فيه وسخه خالص في البحر، كان تحفه قوي البحر. بصوا احنا بقى طبعا بعد الامتحانات رجعت بقى، قلت انا خلاص بقى عايزه اطلع كابت الامتحانات ده. فروحنا بقى البحر، بابا قال يلا نروح البحر، فروحنا معاه. كان يوم جميل بجد تحفه. وبقى يعني تعب الامتحانات راح في اليوم ده، بس بعد ما بترجعي من البحر بتبقي بقى حاسه بتعب في جسمك وسودتي، بيبقى طبعا مش زي ما انت رايحه. بجد تحفه، بجد اليوم كان تحفه خالص. ده اخويا. احنا كنا انا في الاول ما دخلت كده بعديها بساعتين كده، وبعد كده دخلت بقى جوه بقى وغوطت في الغويط وكنت بعوم. كان معايا طبعا عوامه في الاول بشوف عمق الميه كده تحتي في الرمله عشان ابقى عارفه طولي كويس، وبعد كده بقى ببدا ارمي يعني ادي اخواتي العوامه وابدا اعوم بقى انا على رجلي عشان ابقى عارفه عمقي وابقى طايله الرمله لحد فين. واللي وصل لحد هنا بقى ينزل في الكومنتات يصلي على النبي ويقول اي حاجه حلوه كده. انا بقرا الكومنتات كلها اللي بتتكتب لي، بجد كلامكم حلو قوي. متشكره جدا لكلامكم، وعايزه بقى تفاعل كتير عشان تشجعوني عشان انزل فيديوهات كتير. وهنا بقى خلاص، ومع السلامه.